ايام فاتح من غير ما تقول لي؟ جنب بلبن وانا انا جاي جعان مش عارف اكل فين. يعني انا موجود يا ريس وتاكل بره؟ يلا اتغدينا النهارده؟ ده انا هروق لك يلا الدنيا بينا. وبعدين هخلي الموضوع جامد خالص خالص جامد. خالص. يلا بينا يلا بينا. نورت اتفضل يا يا ريس عم. والله. تحياتك. ولقاء كبير بين قطبي كده الطعام والأكل، بهيج ملك الفسفور العجيب والشيف شربيني. عزمه في المطعم بتاعه وبيوري له الصواني الجميلة بتاعته، الصينية السويسي اللي كانت ب 800 بقت ب 400، عامل خصومات 50% على الأكل. طبعا الشيف الشربيني شاف الأكل كده اتجنن من طعم الأكل الجميل، وفتح البولتي المقلي زي ما احنا شايفين. الصراحة بهيج أنا مجرب بنفسي، لا بيعمل أكل خرافة وروعة. الراجل طبعا يعني مش قادر من كتر حلاوة الأكل، والتتبيلة بتاعته رائعة. بيفتح كده طبعا التتبيلة والتومة الشغل بتاع البيت القديم بتاع زمان. طبعا الصينية السويسي مكونة من قطع اللي هو الكابوريا مع السمكة البولت الجميلة مع الرز الصيادية مع مع الجمبري المقلي والمشوي الجميل. هنا ماسك حتة الكابوريا الجميلة دي وقسمها نصين كده. طبعا بهيج بيتميز بالتتبيلة الرائعة بتاعته. وفعلا بيسوي الحاجة بطريقة جميلة، وبيعمل كده تتبيلة كده جميلة بتطلع الكابوريا معجون كده على المعلقة. يعني حاجة في منتهى اللذاذة والروعة. وهنا بيقول محدش علمني اكل الكابوريا بالمعلقة الا محلات بهيج العجيبة. الحقيقة كمان هنا الشيف بيدوق بقى السمك معمول التتبيله الجميله شيش، سمك شيش اللي حلوه. هو الفيليه قشر البياض السمك معمول شيش، فريش طبعا الحاجه مشوي الوحيده. جميل الله رائع عليك. زي ما احنا شايفين كده مم. من الشيف الشربيني. لا انا عايز الشوربه دي. وريني يا عم مبسوط ده ايه. جدا وبيشوف بقى الشوربة. اوه اوه. اوعى. مع كل وجبات بهيج بيدي لك يا اما شوربه جمبري مخليه حمراء لوحديها ب 25 جنيه، كلام فاضي، او طبعا شوربه جمبري يعني فيها الجمبري الجميل ده. وطبعا هنا بيشوف بقى كمان اللي ده بقى الفيليه المقلي، بيقول لك ما فيهوش زفاره خالص، والفيليه طازه وفريش وكله فصوص جميله رائعه. وهنا جاب هيك بيديله بقى الجمبري ابو شنب حرير، وبيقول له دوق الجمبري بتاعنا المقلي. طبعا انبسط كده وبياكل. الحقيقه بخته، والواحد كده كان نفسه يقعد مكانه ياكل ويشرب كده من عند بهيج. وهنا نزل له بقى طقم السندوتشات اللي بيختص بيها بهيج الجميله. كل انواع سندوتشات السمك عملها في الفينو: الجمبري المقلي، الجمبري المشوي، السمك الفيليه المقلي، السمك الفيليه المشوي، طبعا مع الليمون وقطع الفلفل الحار الجميله. تحس كده ده فيليه مشوي اللي بيوريهولك ده في السندوتش، فيليه مشوي. طبعا حاجه جميله ورائعه. والراجل يعني بياكل كده ومستمتع مستمتع كده بجمال الاكل بتاع بهيج مع قطع الفلفل الجميله. وهنا دي بقى صبيت كده وعمال يطلع من هنا وهنا. الحقيقه الشيف الشربيني يعني مستمتع بسندوتشات بهيج. طبعا احنا عارفين بتبقى دي دعاية واعلان، وطبعا الراجل مدعو عشان يقول رأيه في الاكل. بس بصراحة بهيج ثبت نفسه في وسط محلات السمك من اول الشعبي لحد الراقي، وغطى جميع الاذواق. دي بقى طلقة الطلقات، المكرونة المبكبكة بمية الجمبري، بشوربة الجمبري مع قطع الجمبري المشوية. الحقيقة تحفة. وجاي شايفين الدخان السخن بتاعها، يعني الطعم حكايه فعلا. اللي ياكل الوجبه دي يا جماعه، دي بقى الجمبري بقى بتاعها اللي هو في الفرن المشوي الجميل، تقشره كده زي ما هو بيقشره، فعلا شنب حرير. وفعلا يعني حاجه جميله جدا، موحوح مش قادر هو يمسكه من كتر حلاوته وجماله. بتتقدم سخنه ورائعه. خلص الشيف الشربيني وكان منبهر، وهنا بيقول كلمتين في حق بهيج، وهو بصراحة يستاهلهم، انه اسعاره جميلة. وتعالوا كلوا في المكان هتنبسطوا كتير. سلام عليكم.